بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي نسلم نبارك على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته. اللهم انفعنا وانفحنا واشملنا وارفعنا بذكرك وبالصلاة على حبيبك محمد. صل اللهم عليه صلاة تدوم ولا تنقضي، صلاة تفرج بها الكروب، تستر بها العيوب، تنال الرغبات، تبلغ الدرجات، وتنزل الرحمات. الذي جعلته صفي الذات طاهر الآباء والأمهات والجدود والجدات، ومنحته الآيات الباهرات المعجزات والكرامات، والذي أطلعته على ما كان وما هو آت، صلى الله عليه وسلم صلاة ترضيك وترضيه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الإخوة، في سر عظيم جدا من أسرار الكون نحاول نسبر غوره، نكشف سره، نميط اللثام عن جزء منه بقدر علمنا وبقدر ما نفهم. هذا الكون أيها الإخوة مبني على التناقضات، ولولا التناقضات ما قام الكون. مش فلسفي، بنبسط الشغلة ونعطي أمثلة، لأن العرب قالت قديما بالمثال يتضح المقال، وهو كما تعلمون أسلوب معتمد في القرآن الكريم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني المثل هو يقرب الصورة. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. التناقض، هذا مبدأ التناقض تكلم فيه كثير من الفلاسفة والمفكرون عبر التاريخ البشري، ومنهم من أصاب، منهم من جانب الصواب، منهم من بحث فيه ولكن بمفهوم معكوس. جاء الدين ليقوم ذلك المفهوم. شو يعني التناقض؟ حتى ماركس حكى في قضية المبدأ الديالكتيكي أو الجدلي، والفيلسوف المعروف كانت برضو تكلم بهذا المجال. يعني بيقول إنه من خلال مناقضتك لما ترى أو تسمع يتولد فكر جديد، وبذلك تطور الفكر البشري. لو أنت أخذت كل شيء بالمسلمات معناته تقدر أنت تشطب على عقلك وتصلي صلاة الجنازة على مخك، فيش حاجة تفكر. لذلك الله سبحانه وتعالى مقت وعاب واعتبرها نقيصة على أهل مكة أنهم عبدوا الأصنام لأن آباءهم وأجدادهم عبدوها. وقال لهم فكروا، يعني ابتكروا، اعملوا شيء جديد. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. شو يعني على أمة؟ شو معنات أمة؟ أمة على جماعة متفق عليها هي، وإن على آثارهم مقتدون. قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب فكر، ابتكر، اخترع. يعني لو الإنسان لم يستخدم مبدأ التناقض على واقعه لظل إنسانا بدائيا من غير ملابس، كما بقي إلى الآن بعض قبائل يعني في أفريقيا مالها ما زالت قبائل بدائية. انت يعني هن بعالم والعالم بعالم. تصور ليه؟ لأنه ما عنده استعداد، خلص هيك في عندهم طقوس تعبدية لا يستطيع العقل السوي استقبالها، بس بالنسبة لهم هذا دين. صحتين عليهم، مش هيك؟ الله سبحانه وتعالى خلق الشيء وخلق نقيضه ليستقيم به. كيف؟ بدنا نحكي شوية عمار، اللي بيشتغلوا بالعمار كثير هون. لما انت بدك تعمل سقف بدك اشي يدعمه، صح؟ الدعم هاي ضده كونترا بتسميها،
لولا الكونترا شو بصير بالسقف؟ خلاص بقى على إيش؟ على رؤوس أصحابه. فأنت بتعمل الشيء وبتعمل إيش؟ عكسه حتى يستقيم الكون. الجاذبية شوي هيك يعني استدرسنا شوية علم، مليح مش غلط، مع إنه أنا مش عالم يعني. الجاذبية عكس وجودك، وهي سبب في ثباتك. لو ما فيش جاذبية شوف الزلم طاير بالهواء، مش هيك؟ يمكن أحسن. لكن والشغلة مش شغلة نيوتن والتفاحة ولا، يعني نيوتن كل يوم احنا بنشوف تفاح بسقط وتمر بسقط وزيتون بسقط وكل الثمرات بتسقط، بس ما حدا انتبه. سخر الله سبحانه وتعالى للبشرية نيوتن، وكان هربان من المدرسة على فكرة، ما كانش كثير شاطر بالمدرسة، يعني هنيئا للي مش شاطرين بالمدرسة، ديروا بالكم ممكن تصيروا عباقرة بالمستقبل. طبعا لا أدعو لعدم الشطارة، أنا أدعو للاجتهاد قدر إمكانك. وعلى هاي الوقفة يكفي الملحوظة، تبدأ يعني السنة الدراسية إن شاء الله بتبدأ مش بضراب، يعني كيف بنعرف إن شاء الله تبدأ وتسلك الأمور. من أهم تربيتك لابنك ما تحاسبه على النتيجة، وإنما حاسبه على مقدار بذله للجهد في الحصول على النتيجة. انتهى. هو إذا بيعطي الماكسيموم وجاب 60 طبطب على كتفه واحتضنه قل له بارك الله فيك، المرة جاي شد حالك أخرى شوي بتجيب 70. أما ما أنت تحاسبه على أنه يجيب 100، بلكي قدراته ما بيجيبش. الأخ ما بيجيب زي شغيل، هل اللي عنده 10 شغيل كل ال10 بيعطوا نفس المنتوج؟ طبعا لا، في قدرات متفاوتة، والله سبحانه وتعالى سخر الناس وأعطى كل إنسان مواصفات. قد لا يبدع في مجال معين ويبدع في مجال آخر. ممكن يعني ما يطلعش دكتور ومهندس، كيف العرب بده طبيب ومهندس، مهندس وطبيب لا، ممكن يكون ميكانيكي اللي لا يشق له غبار، وعلى فكرة بصير مليونير اليوم، صاحب الصنعة هو الملك. يعني ابني دكتور الله يخلي الجميع، بيشتغل أبصر كم ساعة، بالتالي بقول لي حول لي 1000 شيكل. لا بتروح عند واحد بيجي بركب لك شغلة بسيطة، مكيف هذا بساعة زمان 500 شيكل برن، يعني صاحب الصنعة اليوم. عشان هيك ما من نبي إلا وكان محترفا. يعني هناك النجار، سيدنا عيسى كان نجارا، سيدنا داود كان حدادا، سيدنا النبي كان راعي غنم، وهكذا. رحم الله العبد المحترف. أي مهنة في الكون أنت اشتغل بيها واتقنها وحبها تبدع فيها، ويصير يشار إليك بالبنان. يعني اليوم إذا عندك سيارة أنت وبدك تروح تصلحها عند كراج، تسأل مين أمهر واحد، مش هيك؟ وبتلاقي الدور عنده، يمكن بتروح عند طبيب مختص أهون لك من ما تصل عند صاحب صنعة بتقنها. هاي على سبيل الشطحة يعني. نرجع لوين؟ لا تناقض، مبدأ تناقض الكون أيها الإخوة. اتصور أنت الله سبحانه وتعالى خلق الليل وخلق عكسه، إيش هو؟ النهار. قال لك لو الله سبحانه وتعالى جعل الليل عليكم سرمدا من يأتيكم بضياء؟ مين اللي الله سبحانه وتعالى. تخيل كل الناس ليل ليل ليل، بتمج حياتك ولا يستقيم أمرك. وجعلنا الليل لباسا لتسكنوا فيه، بتخزن طاقة أنت في الليل حتى تنتج في النهار، مش هيك؟ الله سبحانه وتعالى خلق الصيف اللي احنا بنعاني منه، بالمقابل خلق ايش؟ الشتاء. الله عز وجل خلق الجبابرة أيها الإخوة. تصور أنت مثلا لو هتلر في الحرب العالمية الثانية اجتاح العالم، هو اجتاح أوروبا وبلش يجتاح وين؟ على روسيا يا شباب. فالله سبحانه وتعالى بعث له جبار وطاغية مثله فأنزله. له مين؟ ستالين، مش هيك؟ ستالين على فكرة قتل 22 مليون من شعبه، مش بالحرب، قبل الحرب. وبتعرف لما هو ورث الزعامة عن لينين، أول ما بدي بتصفية أصدقائه. شوف سبحان الله العظيم. بتتذكروا مرة صدام نفس الاشي، أول ما استلم الحكم صار يناديهن واحد واحد وإعدام برا إعدام برا. ليه؟
هذا التناقض الموجود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض شو بصير؟ لفسدت الأرض. فالله سبحانه وتعالى يبتلي طاغي بطاغية مثله، يبتلي الظالم بظالم مثله. حتى في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: الله أضرب الظالمين بالظالمين وأخرج من بينهم إيش؟ سالمين. خلق الحق وبالمقابل خلق الباطل، وبضدها تعرف الأشياء. بتعرف إنه الكفر والكافر له فضل عليك بعد فضل الله سبحانه وتعالى؟ أنت كمسلم إذا أنت بتقول كأنه الشيخ لا، ما انجنيتش. لولا كفر الكافر ما عرف إيمان المؤمن. تصور أنت فرض خاطئ، لو كل 8 مليار على وجه الأرض كفار، كنا نعرف الموحد من المؤمن؟ ما فيش، خلاص. لو أنت بتدخل على صف، لما بجيب أمثلة من المدارس لأن مدرس وعلى وشك طبعا افتتاح السنة، لو كل الصف بيعها بيضيع الشاطر من عدم شيك، ليميز الله الخبيث من الطيب. ممكن واحد يقول إيه ربنا بيعرف بلا ما يخلقنا. نعم، خلقك وخلق التناقض فيك لتعرف نفسك. لذلك الحديث القدسي: من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا بتعرف سر وجودك أنت، بتعرف لو كل حياتك سعيد 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 سعيد، بتبطل أنت تشعر للسعادة في طعم. مرات الله سبحانه وتعالى بذوقك شوية مر عشان لما يجيب لك الحلاوة بعدها بمرضك خلق لك الصحة، وبالمقابل عكسها إيش؟ المرض. بتعرف أنت وأنت بتعرف قيمة الصحة المضبوطة لما بتمرض. عشان هيك قالوا في الزمن السابق واحنا صغار علمونا، قال: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا مين؟ المرضى. وجرب انت روح زور هيك مرضى في المستشفى هيك لوجه الله تعالى، بلا ما تكون واحد صاحبك ولك علاقة، مر هيك واحمل لك هيك زر ورد وجرب، شوف قديش بتأثر فيهن، قديش بترجع بتقول تسجد لله شكرا الحمد لله على الصحة يا رب. مش هيك؟ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. للحديث بقية، وإن شاء الله بكون يعني الرسالة شوي بتصل وبكون قادر إني أوصلها بوضوح. بوركتم.